إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم حبايبي في قناتكم قناه اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. النهارده يا جماعه ان شاء الله انا هعمل معاكم الفراخ بالكاتشب. انا كنت وعداكم بيها قبل كده بس معلش اتاخرت عليكم شويه فيها، بس هي ان شاء الله هعملها معاكم النهارده وهتطلع حلوه قوي ان شاء الله، هتعجبكم جدا. انا اول حاجه خالص معايا الفراخ دي انا كنت خلياها معاكم قبل كده ومقطعاها. دي فراخ انا قطعتها دبابيس ووراك. انا سبحان الله طلعت كيس من الفريزر فطلع كده، فمش مشكله يعني شغال معايا ان شاء الله. معايا كمان التوابل بتاعتي، ملح وشطه وفلفل مطحون وسنه صغننه قوي جنزبيل وسنه صغيره برضو قرفه وبابريكا وكركم معلش وكمون. دولت التوابل اللي انا هحتاجها معايا. ومعايا عصير ليمونه واحده بس وشايله منها البذر. ومعايا كمان ده بصله مقطعاها زي ما انتم شايفين كده جوانح. ومعايا كمان ورق لورا واكليل الجبل او اللي هو روزماري. لو عندكم كده ماشي، ما عندكوش ممكن تستعملوا اللي هو الناشف. انا في العاده بستعمل ناشف بس معايا النهارده ان شاء الله ده. معايا كمان ده الطبق الاساسي بتاعي، الاساسي بتاع الوصفه دي. اللي معايا معلقتين كبار كاتشب، ومعايا كمان معلقه كبيره او معلقتين كبار برضو مش كبار، معلقتين وسط مايونيز. ومعايا صوص حار كاتشب حار يعني. ومعايا كمان صوص باربيكيو. دولت اللي انا هستعملهم ان شاء الله. طبعا صوص الباربيكيو انا مستعمله نص معلقه كده او اقل كمان. دي الحاجات اللي انا هستعملها النهارده ان شاء الله. دلوقتي بقى هقول لكم الطريقه بتاعتي انا هعملها ازاي. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم انا هبدا احط التوابل بتاعتي كلها اهو، وهحط عليها كمان الصلصه، مجموعه الصوصات اللي معايا دي يعني الكاتشب والمايونيز كلهم كده. هحط كمان الليمون، مش كله، انا هحط جزء منه اهو، وهقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما اتاكد ان كله اتقلب جامد قوي مع بعضه اهو كده. خلاص كله اتقلب مع بعضه اهو زي ما انتم شايفينه كده. انا دلوقتي هقوم ماسكه الفراخ اي شكل كده بالسكينه، اي طريقه هقطعها، مش هقطعها هفتحها كده بس علشان هحطها في التتبيله دي وهشتغل تحت الجلد كده شويه اهو كده. كله بنفس الطريقه كده هعمل كده في كله، هفتحها كده بس بالسكينه علشان الصوصات دي يعني او الكاتشب يدخل جواها اهو من تحت الجلد كده لحد ما هخلص كل اللي موجوده معايا دلوقتي اهو. انا دلوقتي كده خلاص فتحتها زي ما انتم شايفين اهو بالسكينه. دلوقتي بقى هبدا ان انا ادخل الصلصه بتاعتي دي جواها والفها كلها بيها يعني اهو. كل اللي معايا ده هيدخل جوه الفراخ كده وتحت الجلد وفي اللحم اهو كده بالشكل ده. هفضل اعمل كده. طبعا انا هستعمل ايدي مش هستعمل المعلقه لان طبعا انا عارفه انا بعمل ايه كويس اهو. هشيل المعلقه كده وهشتغل بايدي. كل التوابل اللي معايا دي انا هدخلها جوه تحت اللحم وهنا. بجد دي بتبقى طعمها جميل جدا. كمان هتلاقوكم بتطلب سهله في عمايلها يعني ما تاخدش معايا وقت خالص لان دلوقتي هولع عليها على طول. مش هقعدها كتير ولا حاجه اهو كده زي ما انتم شايفينها كده. دلوقتي بقى هولع عليها، هديها صدمه في الاول على النار، بعد كده هعمل لها البصل والحاجات اللي انا عيناها لسه دي هستخدمها اهو. انا هسيبها بالظبط 5 دقايق مش اكتر من كده، مش عايزاها اسيبها اكتر من 5 دقايق بس. زي ما انتم شايفين كده انا خلصت. هسيبها 5 دقايق على الوضعيه دي علشان تاخد من طعم التوابل والملح والحاجات دي. بعد كده ان شاء الله هولع عليها على النار، او يعني في ال5 دقايق دول هحط الصينيه ان شاء الله على النار ليها. دلوقتي بقى يا حبايبي عدى خلاص ال5 دقايق وانا الفراخ الصينيه دي عندي على النار سخنه جدا علشان انا هحط فيها الفراخ تاخد صدمه. فاول حاجه هبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم
لازم اخلي الفراخ تاخد صدمه قويه كده في الاول اهو. بالشكل ده كده دقيقتين على النار عاليه، مش هوطي عليها النار علشان تاخد صدمه وتحتفظ بالعصاره بتاعتها جواها. بعد كده هقلب على الجنب التاني اهو اهو. الفراخ دي بتبقى طعمها جميل جدا وبتتطلب بطريقه رهيبه يعني. اما تجربوها ان شاء الله هتلاقوكوا وبتعملوها على طول، ما تستغنوش عنها تاني كده. انا هسيبها على الجنب ده كمان دقيقتين كده، وبعد كده هشتغل الفراخ هحطها في طبق ان شاء الله كده، وهقول لكم بقى باذن الله انا هعملها ازاي. بس هخليها الاول تاخد صدمه من على الجنب ده ومن على الجنب ده، يعني هلفها في كل الاتجاهات بتاعتها ان شاء الله كده. بقى انا خلاص اشتلت الفراخ من الصينيه وشطفت الصينيه تاني كويس. دلوقتي بقى هحط لها نقطه زيت اهو. انا بس الاول كنت بديلها صدمه كده جامده شويه علشان تحافظ على العصاره بتاعتها جواها ما تنشفش منها، خصوصا ان انا مش هسويها بميه. انا هسوي الفراخ دي من غير ميه ومن غير اي حاجه خالص، منها فيها زي ما بيقولوا اهو. هستنى بس على الزيت ده ان يسخن هسه اهو. انا كده خلاص الزيت معايا بدأ يسخن. هحط له ورق اللوري وهحط له البصل اللي كان متقطع معايا اهو، وهحط له كمان اكليل الجبل او اللي هو روزماري، وحطيت معاه كمان زعتر. احطهم كده كويس هقلبه بقى، هفرده بس كده في الصينيه علشان هيدي ريحه، هيدي طعم حلو كمان، خصوصا ان ريحته بدأت تطلع اهو. هبدأ دلوقتي بقى احط قطع الفراخ اللي انا اديتها الصدمه بالشكل ده كده. وهاجي ده الصوص اللي باقي مني من الصلصه، انا مش هرميه، انا هحط عليه ربع كوبايه او اقل ميه اهو، وهحطها واغطي الصينيه دي كويس، هغطيها علشان ما تطلعش البخار اللي فيها اهو. بس طبعا هرزه كده دي كل الميه اللي انا هحطها، لا مش هحط اكتر من كده اهو بالشكل ده. انا هغطيها كويس قوي وهسيبها لحد ما تستوي في الاخر خالص. هي هتنزل ميتها، معرفش هحط ميه ولا هحط اي حاجه خالص، هي هتنزل ميتها وهترجع تشربها تاني وهتستوي منها لنفسها كده، ما هحطلهاش اي حاجه. وفي الاخر بس ان انا هحطها في الفرن تتحمر هزه بسيطه خالص اهو، ما تاخدش معايا اي وقت بجتايه تاني. انا دلوقتي هغطيها وهسيبها، بس هغطيها بفويل او باي حاجه، المهم ان هي البخار بتاعها ما يخرجش منها. انا كده يا حبايبي خلاص الفراخ عندي استوت زي ما انتم شايفين ما شاء الله، شكلها بقى جميل جدا. انا دلوقتي هدخلها الفرن، بس قبل ما ادخلها عندي بقيه الليمون اللي انا كنت حطاه في التتبيله بتاعته، هحط عليه شويه زيت صغيرين خالص اهو، وهحط عليه كمان نص معلقه او اقل، نص معلقه كاتشب اهو كده. هقلبهم كويس قوي مع بعض وبالفرشه كده اهو، وهمشيهم على الفراخ علشان لما ادخلها الفرن تتحمر بسرعه اهو كده، عشان بقى ادخلها الفرن بقى خلاص تتحمر ان شاء الله. واما تطلع باذن الله انا هوريكم هيبقى شكلها جميل ازاي، وكمان ريحتها حلوه قوي وما خدتش يعني، هي كل اللي خدته يمكن ما كملش ساعه في طبخها اهي، وكمان ريحتها حلوه، وهقدمها لكم ان شاء الله وتشوفوا شكلها جميل ازاي. ادي شكل الفراخ اهو بعد ما خلصت خلاص اتحمرت، والكاتشب بتاعها كمان اهو. ده بقيه الصوص اللي باقي في الصينيه بتاعتها ان شاء الله. دي بتتاكل بيه ما بتترماش ولا حاجه، اللي بتتاكل الصوص ده بيتقم مع الفراخ. كمان تقدروا تعملوها مع مكرونه، مع بطاطس مقليه، ممكن مع عيش لو انتوا عايزين زي ما تحبوا، وكمان طعمها حلو قوي، تنفع في المناسبات تبقى جميله قوي. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك وشير
وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.